لو بتقول إنك ماشي على نظام الطيبات، فإما تمشي على النظام كاملا، أو بلاش إنك تقول إنك ماشي على نظام الطيبات أصلا. الغريبة بقى ناس كتير قوي بتقول إنها ماشية على نظام الطيبات، ولما بتسأله بتلاقيه أصلا سايب نص النظام ومطبق الجزء اللي على مزاجه. لو النظام بيقول امنع كذا وكل كذا وصوم بالطريقة دي وامنع المية بالطريقة دي، فأنت ما ينفعش إنك تاخد بند واحد وتسيب الباقي وبعدها بتنسب النتائج للنظام. استنى بقى، لأن النتائج لو طلعت كويسة هتقول إن نظام الطيبات نجح، ولو حصلت مشكلة هتقول إن الطيبات ملوش علاقة، أنا اللي ما كنتش ماشي على النظام كويس. فين المنطق؟ أي نظام غذائي لازم يتقيم كاملا بكل حذافيره وبكل شروطه، ومش نسخة بنعدلها حسب أهواء كل شخص. لأن أنت أما هتغير من مكونات النظام، أنت حرفيا بقيت ماشي على نظام جديد تماما، مش على النظام الأصلي اللي هو الطيبات. عشان كده يا إما تقول أنا ملتزم بنظام الطيبات كاملا، يا إما تقول أنا باخد بعض أفكار نظام الطيبات لكن مش ماشي على النظام. غير كده إحنا هنكون مش بنقيم النظام بتاعنا بشكل سليم، إحنا بنقيم بأهوائنا. قولوا لي بقى، متفقين مع الكلام ده ولا لأ؟